يا صباح الفل يا مساء الفل، زي ما بتشوفيني في وقتك وفي بلدك. النهارده هعمل صينيه بطاطس بالفراخ بالزعتر خطيره قوي، هتعجبك قوي. ويلا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقول مقاديرنا. عندي هنا اوراق فراخ، انا مفصل دبوس وعامله فيه شرايح. تقدري تستبدلي الاوراق، تقدري تستبدليها بفرخه عاديه كامله او بصدور فراخ. وعندي 4 حبات بطاطس مكعبات، وعندي 4 حبات من 3 ل 4 حبات بصل جوانح، ومعلقه ثوم مفروم، معلقه جنزبيل مفروم، وعندي طماطمايه مقطعه شرايح، وتوابلي ملح وفلفل اسود وتوم باودر ومعلقتين كبار زعتر وبهارات. بهارات طبعا 7 بهارات او بهارات الفراخ اللي موجود عندك. وعندي هنا اهوت ليمونه كامله ومعلقتين زيت. بس في بوله هنعمل ايه؟ هننزل بالبصل في البوله بتاعتي، وعليها ربع التوابل بتاعتي اللي انا حطاها. ليه؟ لان انا هنزل الربع الاولاني على البصل، وبعدين الربع التاني على الفراخ، واخر ربع هوديه على البطاطس. كل حاجة هتتبل لوحدها زي ما هتشوفيني دلوقتي. والخطوات، وتابعي الخطوات ديت مهمة جدا علشان تاخدي طعم حلو وصينية فراخ هتعجبك قوي. اهو نزلت بالتوابل، وعلى طول تدعكي تنزلي العصارة قدر الامكان، العصارة بتاعتي بتاعة البصل زي ما انت شايفة كده. خلاص، هتحطي بعديها الثوم البودر والثوم المطحون اهو. خلاص حطينا الثوم المفروم والجنزبيل المطحون، تمام. بس كده. وهنزل بقى بعد كده على ايه؟ هنزل بالفراخ بتاعتي، هحطها كده زي ما انت شايفه. خلاص، وهروح نازله بربع التوابل بتاعتي اللي انا عملتها. نزلت بالربع الاولاني على البصل، هنزل الربع التاني على الفراخ بتاعتي واتبلها كويس قوي معاها. اهو توابلي كانت ملح وفلفل اسود وتوم باودر وبهارات 7 بهارات او البهارات الفراخ الموجوده عندك، ومعلقتين كبار زعتر ناشف. مهم جدا، معلقتين ل3 كبار زعتر ناشف على حسب كميه الفراخ بتاعتك او على حسب صينيه البطاطس حجمها ايه. هتدعكي طبعا كويس قوي الفراخ مع البصل، وهتنزلي بقى بالليمون والزيت زي ما انت شايفه كده. تحكي كويس قوي قوي قوي. البطاطس انا مش هنزل بيها دلوقتي، لان انا هعمل خطوه قبل ما هنزل البطاطس للفراخ، مهمه جدا الخطوه ديت. هحط طاسه على النار او الصينيه بتاعتي اللي هدخلها الفرن بقى، فيها معلقه سمنه او معلقه زبده، وهنزل بيها بالفراخ بتاعتي. لازم الطاسه او الصينيه بتاعتي تبقى سخنه علشان الفراخ ما تنزلش ميه مني. بس زي ما قلتلك تقدري تستبدلي الوراك بتاعتك، تستبدليها بصدور الفراخ شغالة، بفرخة كاملة اوكي مفيش مشكلة، بالاجنحة مفيش مشكلة برضو هتشتغل معاكي. هتبقى حلوة قوي صينية فراخ تحفة جدا هتعجبك قوي. بس انا قسمة الورك الاتنين وعاملاله شرايح علشان التتبيله تخش جواه. هيتشوح كويس قوي وياخد صدمة على الوشين. بعدين هنزل عليه بالبصل زي ما هتشوفي معايا دلوقتي. الوصفة دي حلوة قوي، جربيها. العامل الاساسي او الرئيسي في الوصفة ديت هو الزعتر. الزعتر هو يعني هو اساس الوصفة، لانها تاخدي طعم حلو قوي قوي للزعتر الناشف. الفراخ هتتشوح على الجنبين. الخطوة دي هتشمي ريحة فراخ اكنك بتشوي فراخ بالظبط. بس اهم حاجة ان الصينية بتاعتي تبقى سخنة سخنة عشان ما تنزلش مية مني. بس كده. والله هتشمي ريحة من غير ما نزلنا ولا بصل ولا نزلنا لسه بطاطس ولا اي حاجة خالص. تلاقي ريحتها خطيرة. تاخد بس على الوش ده صدمة والوش كمان التاني. وتقدري برضو تقدميها مع رز بشعرية، تكليها بالعيش. حلو كده، خطيرة. مش محتاجة اي حاجة، ممكن نخلي جنبها ممكن طبق سلطة زي ما تحبي.
هنزل بقى بالبصل بتاعي اللي انا متبلاه، هنزل بيه كله اهو. بصل جوانح متبل حلو قوي، بصل ابيض بقى بصل احمر اللي متوفر عندك اهو زي ما انت شايفه كده. هبصي الريحه تحفه جدا. بعدين بقى اخر حاجه هنزل بالبطاطس بتاعتي المكعبات اللي انا تبلتها بالبقيه البهارات بتاعتي، الملح والفلفل الاسود والثوم البودر وال الزعتر طبعا اللي هو العامل الاساسي في الوصفه بتاعتي. زي ما انت شايفه كده بطاطس مقطعه مكعبات، عايزه تقطعيها حلقات عادي براحتك اهي. بعدين هحط بقى رص بتاع شرايح الطماطم بتاعتي، بس كده اهوت. وهنزل عليها بكوبايه ميه سخنه من الكتل، وهلفها بورقه الفويل، خليها تستوي تكمل سواها على البوتاجاز عندي من فوق، وبعدين هدخلها الفرن تاخد وش خطيره. هتطلع دلوقتي وهتعجبك جدا اهي. صينيه البطاطس اهي تحفه جدا، ريحتها خطيره، هتعجبك. جربي الوصفه ان شاء الله هتعجبك، واشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده، وباي باي.